دوري العراق بكرة الطائرة جلوس لعام 2013 فتح أبوابه ليضم 10 فرق تأهلت من بطولة المناطق لتشكل نخبة قوية بمستوياتها التي امتازت بالإثارة والقوة والندية بين الفرق المشاركة. الحقيقة فعالية الطائرة جلوس من الفعاليات المهمة باللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وصاحبة إنجاز، ما ننسى إنجازهم في آسياد إغوانزو اللي حصلوا به على الوسام البرونزي من مجموعة الدول الآسيوية اللي شاركت في الآسياد. تشارك في هذه البطولة 10 فرق هي اللي تأهلت عن بطولات المناطق، ومن كل منطقة تأهل فريقين. ومن خلال هاي البطولة اللي يتوج بها الأول والثاني لبطل العراق راح نختار لاعبي المنتخبات الوطنية والشباب والناشئين. افتتاح الدوري شهد 6 مباريات، الأولى فاز بها نادي ذي قار على لجنة الأنبار، ليأتي دور الثانية بين لجنتي النجف وواسط. الأخير كتب النجاح فيها، فيما عاد نادي ذي قار من زيادة نجاحاته أمام نادي الولاء. وحقق نادي وسام المجد بصمة الانتصار على لجنة ذي قار لتضع لجنة بابل الفوز على لجنة نينوى. وكان آخر اللقاءات التي جمعت نادي وسام المجد ولجنة السماوة. وسام المجد خرج بفوز ثان ليسدل الستار على اليوم الأول. لاعبو الفرق كانوا حريصين على الظهور بصورة ومستوى مميز من أجل الدخول بمنتخباتنا الوطنية والتي تنتظرها استحقاقات مهمة، وهذا ما جعل القائمين على هذه الفعالية يبذلون جهودا مضنية لرفع الطاقة الإنتاجية لها للحصول على ألقاب جديدة تدون بسجلاتها الرياضية. هذا الدوري حيكون دوري متميز قياسا بالدوري السنوات الماضية عام 2012 أو 11. السبب هو أمامنا استحقاق دولي كبير، وهو بطولة كأس شباب العالم اللي حتقام في ماليزيا شهر تشرين أول المقبل. من ضمن هذا الدوري التنافس حيكون على مستوى عالي جدا، لأن الكل تطمح تكون من قبل اللاعبين طبعا أنه يكون عنصر من عناصر هذا المنتخب. كذلك حيتم من خلاله انتخاب أعضاء المنتخب الوطني للمتقدمين اللي حيمثلنا إن شاء الله في بطولة التأهيل في عام 2014 في كوالالمبور إلى كأس العالم للمتقدمين. احنا مشكلين لجنة مصغرة من قبل اتحاد المدربين لاختيار المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة إن شاء الله. فأكو بصراحة ظهرت لنا فد عناصر جيدة وشباب ومواصفات أجسام لكرة الطائرة جلوس، وإن شاء الله من الله التوفيق. كثيرة هي الصعوبات التي واجهت هذه الفعالية، لكنها تفتتت بالكامل في افتتاح هذا الدوري الذي أظهر مستويات غاية في الروعة دلت على تصاعد كرة الطائرة جلوس. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد.